بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حدود الزملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. طبعا امبارح شفنا مسخرة بجد في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. مسخرة. ولو جمهور الأهلي ما توقفش تبقى قمة المسخرة وقمة الضحك وقمة المجاملة وقمة الكوسة وقمة كل حاجة. امبارح جمهور الأهلي بيهتف هتاف قليل الأدب، الحقوه مش عارف بيبيع ايه. وانتوا اكيد سمعتوا وشفتوا بالفيديوهات جمهور الاهلي كان بيقول ايه على نادي الزمالك امبارح. واحنا مش عايزين فتنة وتعصب بين الجمهورين. عيب اللي بيحصل ده. أسامة حسني يطلع يقول لحل مجلس الإدارة أو ليه مجلس الإدارة ما بيتحلش لحد دلوقتي. ميدو طلع رد عليه. يعني دي مالناش دعوه بيها قوي. يعني سامح حسني لو يعمل اللي يعمله في مجلس لبيب ده ما فيش عندي اي مشكله. لكن انا بتكلم على جمهور الاهلي امبارح بيشتم نادي الزمالك وبيقول عليه ايه، او بيسيء لنادي الزمالك وبيقول عليه ايه. هي وصلت لكده. طب هل مراقب المباراة هيقول لك انا ما شفتش برضه زي كالعادة يعني، ولا هيقول شفت؟ ولا زي موضوع الشحات لما تنمر على بزيرة وقال لك ما شفتش، وجمهور الاهلي لما شتم الزمالك قبل كده. طب المرة دي اظن الصوت واضح، وصفحات الاهلي مشيرة الفيديوهات دي وعاجبها قوي التريقة دي على نادي الزمالك نادي كبير يا جماعة. ملناش دعوة بالمجلس الفاشل اللي موجود في نادي الزمالك اللي لا بيهش ولا بينش ده. لكن انا بتكلم على نادي الزمالك. وهتفتكر ان انا بدافع عن مجلس العرر اللي موجود ده مجلس عار. ده مجلس عار اللي موجود في نادي الزمالك ده. لكن بتكلم عن نادي الزمالك وجمهوره. النادي الاهلي يتطاول او جمهور الاهلي يتطاول امبارح ويقول الالفاظ دي. المفروض مجلس اداره الاهلي كان قدم بها الاعتذار. ما ينفعش القصص دي. انما انت لو زملكاوي مستني المجلس ده يرد او يقول كان، لا، ولا هيرد ولا هيرد. فعيب اللي حصل ده. عيب عيب عيب. الاهلي تصدر الدوري. يا راجل ده الحكم امبارح مصطفى شهدي طرد احمد نبيل كوكا ويستاهل الطرد. جه على كريم الديب وراح طرده. قال لك ده شوح لي. ما هو ما ينفعش. شاف الاتحاد السكندري ضاغط الاهلي. شفت يا فريرة؟ يا فريرة يا جبان. شفت الاتحاد السكندري امبارح كان ممكن يفوز على الاهلي بعد ما كان مغلوب. شفت يا فريرة يا جبان؟ يا اللي جبت جون في الاهلي ورجعت وخفت واترعبت لحد ما لبست اتنين. اي فرقة بتهاجم الاهلي بتكشف. الاهلي عنده كوارث في الدفاع، عنده كوارث في الظهير الايسر، عنده كوارث. شفت يا فريرة؟ الواد الاسمراني بتاع الاتحاد السكندري كان مخليها شوارع امبارح. شوارع امبارح في دفاع الاهلي. يا فريرة يا جبان. انت اللي وصلت الاهلي للطريقه دي، لو للمركز اللي هو فيه ده، وخليت الزمالك ينزل رابع ولا خامس. ولسه. فالحكام انتوا عارفين الحكام ده دايما طبعا بتساعد الاهلي. ف لكن انا الاهلي وصل مركز ما يوصل. انما جمهوره يطلع
يسيء لنادي الزمالك بهذه الصورة وما نسمعش اعتذار. هو حسام حسني طالع يقول، ده هو اللي بيقول ويسأل على الكلام ده، والمجلس بتاعنا مجلس الجمعية العمومية ده قدم فيه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام في أسامة حسني، وقال لك احنا بصدد تقديم شكوى برضه لرابطة الأندية ضد الجمهور الأهلي. مبروك انكم اتحركتوا. بس هو هل هنا السؤال بقى، هل رابطة الأندية هتوقف جمهور الأهلي؟ هتمنعه من حضور ماتش؟ ما افتكرش. هيدوله لفت النظر، او يقول لك المراقب كان في الحمام ساعتها. هيقول لك المراقب كان في الحمام، ما كانش موجود، ما كانش موجود، ما سمعش الشتيمة، عنده وقع على ودنه فما سمعش الشتيمة. كل واحد، كل جمهور يركز مع فرقته. ليه الشتايم وليه السباب؟ مرة بزيرة ومرة مش عارف مين ومرة مين ومرة مين. ده هاني رمزي امبارح كان مع مدحت شلبي. هاني رمزي كان مع مدحت شلبي امبارح على الهوا، فمدحت شلبي بيسأله سؤال، بقول له لو انت مدرب وعندك بزيرة وعندك زيزو، تلاعب مين جناح يمين؟ تلاعب مين جناح فيهم؟ يعني قدامك اتنين، بزيرة وزيزو، تلاعب مين فيهم؟ هاني رمزي ابن النادي الاهلي، بس هاني رمزي خد بالك بيفهم كورة، بيفهم، ونادرا لما تلاقي حد عندهم بيفهم. فقال لك بزيرة طبعا، انك بزيرة عنده واحد على واحد، لا يعدي اي حد. فقال لك بزيرة طبعا يلعب على حساب زيزو. ده راجل بيفهم. مين في كرة القدم، مين فاهم كرة قدم يقول لك زيزو يلعب على حساب بزيرة؟ هو زيزو بيعمل ايه؟ ده بزيرة يا راجل، ربنا يحفظك يا بزيرة ويكفيك شر عين الاهلاوية. بس مش هنتكلم كتير. الزمالك عنده ماتش بكرة امام ديكيداها الصومالي، مباراة الساعة 6 استاد السلام بكرة الجمعة. شايف الماتش ده ازاي؟ قول توقعك في تعليق. الزمالك بكرة طبعا رجع عدي الدباغ، محمد شحاتة، يعني انا شايف ان اسمه فيريرا ده لازم يلعب بلعيبة اللي ما بتلعبش، زي عواد او المهدي سليمان، واحد منهم يلعب. بارون شنجي يلعب، عدي الدباغ لو جاهز يلعب، سيف الجزيرة عايز يعتمد عليه يلعبه. فادي ناس جديدة مش الجمهور ما شافهاش، علشان الجمهور يبدأ يحكم. محمود جهاد، ربيع، يعني اتمنى انك يا سباك يا فريرا انت تظبط الدنيا شوية في الزمالك لحد ما نشوف بطولة السوبر، لان بطولة السوبر دي هتكون نهايتك مع الزمالك او بقائك واستمرارك. طيب صلي على حبيبك محمد بقى، واعمل اللايك والاشتراك في القناة. عيب قوي لو انت لحد الدقيقة 9 ما عملتش اللايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وصلي على حبيبك محمد. تعالى بقى نخش في موضوعاتنا التانية. تعالى نخش في موضوعاتنا التانية. ممدوح عباس زي ما قلت لك امبارح قال ان ارض اكتوبر راجعة. راجعة يعني راجعة. نتمنى الارض دي ترجع. قبل ما اروح لارض اكتوبر، النجم محمد صلاح، محمد صلاح
تقريبا قصته بتنتهي مع ليفربول، فخر العرب طبعا محمد صلاح. المدرب بقى بيحطه على الدكة سلوت، وبقى بيلعبه اخر ربع ساعة كده. فمحمد صلاح في تطور رهيب ومفاجئ، حذف صورته بتيشيرت ليفربول، وحذف كلمة لاعب كرة في ليفربول. فتقريبا محمد صلاح كده قصته بتنتهي مع هذا الفريق بعد رحلة طويلة مليئة بالإنجازات والبطولات. أقول لك إيه، محمد صلاح، يعني محمد صلاح يا ناكر الخير يا بتوع ليفربول اللي عمالين تهاجموا في محمد صلاح، عيب. محمد صلاح كان سبب رئيسي انكم خدتوا دوري ابطال، دوري الانجليزي، خدتوا بطولات كتيرة جدا كان محمد صلاح سبب فيها، عيب. دلوقتي قلبين على محمد صلاح وتقولوا مش عارف ايه وايه وايه وايه. على فكرة وضع طبيعي جدا عند لأي لاعب في العالم، لأي لاعب في العالم يحصل له دروب في المستوى بتاعه، يحصل له دروب في المستوى بتاعه. ده وضع طبيعي جدا 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 بالمناسبة. خلاص يا بتوع ليفربول ومحمد صلاح، يجي لنا الزمالك، وراجل زملكاوي زينا، ويجي لنا الزمالك بقى ويسيبوا من حكاية الاحتراف دي، ويعني يجي الزمالك بقى يختم حياته، يختم حياته في الزمالك. انا يعني يا ريت يا ابو صلاح تنقذ نادي الزمالك من يعني في صلاح بقى وبزيرة ده يعملوا دويتو نار نار. طبعا الناس هتمسك الكلام ده، لا طبعا محمد صلاح ما اعتقدش انه يرجع الدوري المصري دلوقتي. طيب، قلنا لك ان ممدوح عباس قال لك بشرى سارة ان ارض اكتوبر راجعة، ونتمنى انها ترجع. طيب، الراجل فيريرا وكأنه هيقعد ليناير يعني، بيحدد الاسماء اللي هترحل عن الزمالك في يناير. مين؟ يانيك فيريرا. ركز بقى معايا في الدقيقتين دول. قال لك مفاجآت مدوية، اسمع الاسماء. قال لك الاسماء دي هتمشي. معلش انا بعمل في عيني كل شويه عشان عينيا وجعاني، والله والله لسه وجعاني، وورمه اهي، ولسه حمرا اهي، لسه حمرا شويه، ورمه يعني صاحي من النوم لقيتها ورمه من هنا. فبندي قطرات وبتاع، بقى لها 3 ايام، يعني ربنا يشفي كل مريض. طيب، فركز بقى معايا بقى الدقيقتين دول، لان فريرا عامل لستة اسماء قال لك دول يمشوا في يناير، وعايز صفقات عايزها في يناير. مفاجآت مدوية في لستة الاسماء اللي عرفناها. حاطط سيف الجزيري واحد، اتنين ايشو، محمود عبد الرحيم ايشو الناشئ، وحاطط تشيكو بانزا. اسمع بقى، مفاجآت مدوية، تشيكو بانزا، وحاطط عبد الحميد معالي، وحاطط سيف فاروق جعفر، ومحمود جهاد. ومحمود جهاد تاني، اللعيبة الراحلة من وجهة نظر فيريرا، واللي أوصى بها جون إدوارد إنه يمشيها في يناير. تشيكو بانز، الصفقة اللي الزمالك جابها جديد، قال لك مشاكله كتير. سيف الجزيري قال لك مش مقتنع بيه. سيف جعفر، ايشو، محمود جهاد، وعبد الحميد معالي الصفقة الجديدة. ازاي يا راجل؟ ده موهبة المغرب. يعني عبد الحميد معالي ده ازاي؟ هو عنده كام سنة؟ ده صغير في السن، ما وضع طبيعي انه يبقى عنده نقص في الخبرات. ما تديله انت، هو انت اديته ماتشات؟ ففريرا عايز الناس دي تمشي في يناير، وعايز صفقات بقى، وحط عبد الحميد اسمه حامد حمدان بالاسم طالبه، وطالب كذا صفقة، حوالي 3 أو 4 صفقات في يناير.
طيب، طالب لاعب من الاهلي، مفاجأة فريرة، يعني طالب لاعب من النادي الاهلي، وانا قلت لك القصة الفلوس تظبط، الزمالك هيجيب بدل الصفقة 3 و4 و5 في يناير. بس موضوع الفلوس والارض تظبط الدنيا مع الزمالك، لا الزمالك هينطلق. نتمنى رابطة الأندية توقف جمهور الأهلي عند حده. عيب اللي اتقال امبارح ده في المدرجات، عيب قوي. السلام عليكم.